السيسي في أزمة لا يحسد عليها، ما بين ترامب اللي هو رئيس أقوى دولة في العالم وما بين شعبه، وهو محطوط ما بين الاتنين. ترامب دلوقتي مش راضي عليه لأنه طلع في تصريحات 3 مرات بيقول سيفعلون ذلك، قضية التهجير. بيقول إن الفلسطينيين هينزلوا في سيناء بالإرغام وبالقوة الاقتصادية اللي أنا هفرضها على مصر. وهتلاقي شعبه أيضا بيعاني من طحن اقتصادي رهيب لم يحدث مثله في تاريخ مصر، هو شبه مجاعة تانية. شبه مجاعة تانية، فالسيسي ما بين الاتنين. طب دلوقتي السيسي ما بيحبش الحروب لكن هيفرض عليه الحروب. هيحارب إسرائيل، هيحارب إسرائيل. لأن الكلام اللي ترامب بيقوله ده إن نزل عقوبات اقتصادية على مصر في الأوقات اللي احنا عايشين فيها، مصر هتقوم فيها مجاعة، هتقوم فيها مجاعة. وترامب عارف كده، عارف إن احنا في أوضاع اقتصادية مش مظبوطة. فبيقول لك ههدد الرئيس السيسي، هنزل عليه عقوبات علشان ينخ ويخلي الفلسطينيين ينزلوا من فلسطين لسينا. وهو مش عارف ان الشعب المصري اصلا ده قضيه امن قومي او قضيه راي عام، ان السيسي ما يقدرش يعمل كده من نفسه. وانا مش هكلمك عن ملك الاردن، انا ما اعرفش ملك الاردن ايه نظامه. انا بكلمك عن السيسي، حلو الكلام، مش هيقدر يعمل كده من نفسه. لان لو عمل كده من نفسه المؤسسات الدينيه والمؤسسات السياسيه في مصر هتتقلب عليه، وممكن الجيش ينقلب عليه. فهو مش هيقدر يعمل كده، مش هيقدر يعمل كده. لكن السيسي بيراهن ان هو لكن السيسي بيراهن ان ترامب ان ترامب خلاص يقول كلمتين وينسى. لا، ترامب كررها 3 مرات. الصحفي قال له طب انت شفت ان الرئيس المصري ورئيس الاردن مش راضيين هيجروا الفلسطينيين. فقال له سيفعلون ذلك، سيفعلون ذلك. واثق من نفسه، هو سيفعلون ذلك. لقد فعلنا الكثير من اجلهم وحان الوقت ليفعلوا من اجلنا، هو بيقول كده. فالراجل مصمم وراكب دماغه. والراجل ده على فكرة ما بيحبش يتهان قدام الناس، هو طبيعته كده ما بيحبش يتهان قدام، عايز يبقى الفونت. حلو الكلام. فهو بيشوف السيسي وبيشوف ملك الأردن بيهنوه بيكسروا كلامه قدام الأمريكيين، فهو بيتضايق غياظ وهو بيتغاظ. حلو الكلام. فماشي بمشاعره. فهو ده الرئيس اللي هيقوم يبذر حروب يوم القيامة في كل الأرض. هو كان بيتكلم بالسلام وحملته الانتخابية بالسلام، وهي دي العلامة اللي مكتوبة في الكتب، إن الرئيس هيطلع في الولايات المتحدة الأمريكية بيدعي بالسلام وفجأة هيتحول لدعاية حرب. حلو الكلام. طب كل ده بيحقق نبوات أيضا مكتوبة في كتاب النبي أشعياء من 2600 سنة، كنت بكلمك عليها في القناة من زمان. اللي هي بيقول لك وأغلق على المصريين في يد المولى القاسي فيتسلط عليهم ملك عزيز. يعني المصريين هيتغلق عليهم في ايد الرئيس السيسي، هينغلق عليهم في ايد الرئيس السيسي. فبيقول لك ويذوب قلب مصر داخلها، هنا تعبير عن أزمة اقتصادية طحنة جاية. وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر. بيتكلم عن أزمة اقتصادية رهيبة هتحصل في الزراعة. بيقول لك والرياض على النيل على حافة النيل وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون. ده بسبب بسبب العقوبات الاقتصادية اللي أمريكا هتنزلها على مصر عشان تخضعها في قضية الفلسطينيين، وبسبب سد النهضة الأثيوبي اللي بيقطع شريان النيل. فهنا الزراعة في خطر، وهتلاقي الفلاحين دلوقتي سابوا أراضيهم، في تدهور في الزراعة بيحصل في مصر. فبيقول لك وتكون عمدتها مسحوقة وكل عاملين بالأجرة مكتئبين النفس، كل عاملين بالأجرة مكتئبين النفس. هتلاقي كل الناس اللي بتشتغل يومك يومك معاهم 500 جنيه مثلا اليومية بتاعتهم، ما بتقضهمش. بيروحوا البيت يدفعوا يمين شمال مراته وعياله، ما بتقضهوش لان الاسعار غليت جدا في مصر، فما بتقضهوش. فبيقول لك كل عاملين بالاجره مكتئبين النفس. دي علامات نهايه العالم مكتوبه في السفر ده. والعلامات دي مجرد ما تظهر يوم اطفاء انوار مصر نور النجوم هيطفي. يعني بمجرد ما مصر دي تقع كل البلاد العربيه هتقع، كل البلاد العربيه هتقع. والسعوديه ودول الخليج مش فاهمه الحكايه دي. يا ريت الناس العلماء اللي في وسطهم او الفاهمين يفهمون انهم لازم يخافوا على مصر اكتر من كده، ما يتامروش عليها. حلو الكلام. ان يوم ما مصر هتسقط هم كمان هيسقطوا. لان مصر هي قاعده الديانه الاسلاميه، او قاعده مش السعوديه، لا، مصر هي قاعده العرب كلهم. فحافظوا على بلادكم وشوفوا المؤامرات اللي بتتم حواليها من الداخل ومن الخارج. وربنا ينشر الوعي في وسطكم ويحفظكم من بعضكم بعض، لان الخطر الحقيقي مش من بره، الخطر من جوه. احنا في الايام الاخيرة، استعدوا للقاء الهكم.